السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الفيديو اللي فايت. حضرت معكم ديال التحاميل أو ديال القويلبات التتمة ديالو في هذا الفيديو هذا. فشنو خاصكم تاكلوا في داك النهار اللي غادي تكونوا غادي ديروا فيه الجريه؟ شنو هي الحاجه اللي خاصكم تاكلوا؟ يعني قلت لكم ما تاكلوش الخبز وما تاكلوش يعني الطاجين، شي حاجه اللي تكون ثقيله ممنوعه تاكلوها في داك النهار، لان بغينا نقيو المصارن ديالنا وبغينا ناخذوا الكرش ديالنا ونقيوها. فحاولوا انكم يعني تاخذوا غير شي حاجه خفيفه. هنا كفيديو توضيحي يعني شنو خاصكم تاكلوا في داك النهار. اول حاجه غادي تبداو بها النهار ديالكم من بعد ما كتصفيو داك المشروب ديالكم او داك المحلول ديال الجريه، كتصفيوه من بعد كتدفيوه وكتحطوه على جنب. اول حاجه كتبداو بها في النهار ديالكم انكم كديروا الحسوه ديال الدقيق ديال الزرع. هنا كديروا الماء حتى كيغلى، من بعد كديروا فيه شويه ديال الملحه والزيت البلديه، كديروا واحد شويه ديال الحلبه كتكون اختياريه، من بعد كديروا الدقيق ديال الزرع كتغربلوه، ومن بعد كديروه وكتبقاو كدوروها بهذا الشكل هذا. حاولوا يعني ما ديروهاش تكون ثقيله، خاصها تكون خفيفه. يعني هذا النهار اي حاجه غادي تاكلوها خاصها تكون خفيفه على المصران ديالكم، لان بغينا نقيو المصران ديالنا ونقيو الكرش ديالنا. فهنا اول حاجه غادي تبداو بها في الجريه ديالكم، خاصكم تشربوها بكري، يعني ما تجلسوش حتى ل 12 ديال النهار ولا ل 11، يعني تقريبا ديك 8 ديال الصباح تفيقوا وتفطروا. تاخذوا اول حاجه هي الحسوه ديال الزرع، يعني ما تاكلوش الخبز وتبداوها يعني بكري. هنايا من بعد ما كتوجدوا ديك الحسوه ديال الزرع ديالكم كتخليوها على جنب، حاولوا ديروا واحد الكميه اللي تكون كبيره. من بعد كتوجدوا اتاي ديالكم عادي كما كتوجدوه. هنا راه كندير اتاي غير بالماء بارد، كنديروه بالشعره وكتخليوه حتى كيطلق. من بعد كديروا ليه النعناع والسكر القياس ديالكم، وكديروا ليه واحد الكميه ديال العلك. حاولوا ديروا فيه العلك لان العلك زوين بزاف، كيقلع لينا داك قندي اللي كيكون في الدات ديالنا، وفي نفس الوقت راه حتى هو كينقي لنا الدات ديالنا من السموم. كتعمروا واحد البراد اللي كيكون كبير وكتخليوه على جنب، لان الوقيته اللي كيجيكم العطش غادي تبقاو تشربوا من داك البراد. منها كتشربوا وكتكادوا به المزاج ديالكم، وفي نفس الوقت راه حتى هو مزيان، يعني داك العلك راه سخون مزيان للذات ديالنا. هنايا كما كتشوفوا معايا كتوجدوا اتاي ديالكم حتى هو كتخليوه على جنب. كتبداو باول حاجه كما قلت لكم ضروري انكم تاخذوا ديك الجريه في الصباح بكري، ما تخليوهاش يعني حتى لديك العشرة ولا ال11، ديك 8 هكا ديال الصباح كتفيقوا. واول حاجه كتبداو بها انكم كتاخذوا واحد الزلافه كبيره ولا جوج زلايف ديال الحسوه ديال الزرع، كتبداو بها دي كتسبقوها على الريق ديالكم، كديروا معاها شي تميرات، من بعد كتشربوها. وداك المحلول ديال داك ايطرو تقريبا ديال داك المشروب ديال الجريه اللي صفيتو كيكون حتى هو دافي، كتحطوه على جنب كما كتشوفوا معايا هنايا. فبالنسبه هنايا لهاد المحلول هذا ديال الجريه حاولوا تشربوه دافي، ما تشربوه بارد ضروري. من بعد ما كتكملوا داك المشروب ديالكم كتحاولوا تشقاو، يعني تخدموا وتحركوا، يعني ما تشربوش هذا المشروب وتمشيو تنعسوا، ضروري تشقاو تصبنوا تجفوا ديروا الشقا ديالكم العادي اللي كديروا في النهار. بالنسبه للغدا ديالكم هنا كما كتشوفوا معايا درت العصيده ديال الزرع ديال البلبوله. فهنايا العصيده راه ساهله، انكم كديروا الماء حتى كيغلى وكديروا فيها ديك الدشيشه ديال الزرع، كتخليوها حتى كطيب مزيان مزيان، كتجي حتى هي خفيفه كما كتشوفوا معايا. الشكل ديالها ما ديروهاش تكون ثقيله، حاولوا ديروها خفيفه. من بعد هنايا كديروا ديك العصيده ديالكم، فهنايا كديروا لها شويه ديال الزيت البلديه، ومن بعد كتغداو بها مع كاس ديال اتاي بالعلك وتغداو بها. هذا هو الغدا ديالكم، يعني ما تاكلوش الخبز وما تاكلوش شي حاجه اللي تكون ثقيله، يعني باش بغينا نقيو المصران ديالنا. فصدقوني راه كتنقى لكم حتى الناس اللي كيكون عندهم داك العش ديال السينتا كيهبط ليهم، الناس اللي كيكون عندهم الكرش وكيكونوا عندهم الجناب ما كيبقاوش عندهم، يعني الناس اللي كتكون عندهم الكرش ديالهم ديما منفوخه وكيكونوا عندهم دوك الجناب راه ما كتبقاش، كلشي كيخوى كلشي كيهبط، يعني الكرش ديالكم كامله كتنقى. وحتى الناس اللي كتكون عندهم ديك السموريه وداك الزروقيه في اللون ديالهم فكتنقي الذات، كتصفى لكم الذات ديالكم من الداخل. وهنايا نتوما راه غادي تشوفوا الجريه ديالكم من بعد ما غادي تتبعوها يعني بهذا الشكل هذا كما قلت لكم، غادي تشوفوا الذات ديالكم من بعد ما كتستعملوا وصفات كيفاش غادي تكون. في العشاء ديالكم هنايا في العشيه في العشاء ديالكم غادي تستعملوا اي حاجه شعريه بالحليب. هنا غادي ندير انا المحمصه بالحليب.
غادي ديروا الماء حتى يغلى عادي، بعد كديروا فيه شويه الملحه والزيت البلديه، وكديروا فيه ديك المحمصه اولا الشعريه او اي حاجه ديال لي باط. المهم غادي تكون خفيفه، ما ديرهاش تكون ثقيله. هذا هو الفيديو ديال اليوم، يعني داكشي اللي غادي تتبعوا في النهار كامل ملي تستعملوا فيه التجريه. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا، لان جاوني بعض التساؤلات يعني علاش ما ناكلوا الخبز، شنو غادي ناكلوا. فهذا فيديو توضيحي للناس اللي يعني يطلبوا مني نوضح لهم يعني كيفاش يعني في داك النهار ما ياخدوش فيه يعني الخبز، ما ياخدوش فيه شي حاجه ثقيله. فهنايا من بعد ما غادي تتبعوا ديك هاد المراحل كامله، من بعد في الليل كتاخدوا واحد الدوش اللي كيكون سخون، من بعد كتلبسوا حوايجكم كيكونوا سخان وكتنعسوا في امان الله. من بعد الناس اللي بغاو يستعملوا وصفات للتسمين فيمكن لهم يستعملوهم، والناس اللي ما بغاو يعني راه عادي، راكم نقيتوا الذات ديالكم من دوك السموم، من دوك الفضلات اللي كتكون متراكمه، نقيتوا الامعاء ديالكم من الداخل. فصدقوني وصفه اللي زوينه بزاف وطبيعيه وصحيه وسخونه، يعني كتنقي لكم الذات ديالكم والامعاء ديالكم من الداخل. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا الطريقه باش انكم تتبعوا النهار ديالكم اللي غادي تاخذوا فيه الجريه. فكنتمنى اي تساؤل تخليوه لي في التعاليق. شكرا لكم. مع